السلام عليكم. البارح وزارة التربية الوطنية أفرجت على الزيادات ورواتب أساتذة التعليم لكل الأطوار، وذلك بعد المصادقة على القانون الأساسي للأستاذ. لكن الأستاذ ما عجبوش الحال. علاه؟ لأنه هذه الرواتب وهذه الزيادات انتشرت على جميع وسائل التواصل الاجتماعي، كامل الناس يهضروا على الخلطة تاع الأستاذ والأستاذة والناس تبلاقي. الأستاذ ما عجبوش الحال، وهذا حق هو، يعني أنه الناس كل واللي تهضر شحال الأستاذ يخلص ماهيش افير. الحاجة اللي شفت الأساتذة في التعليقات يهضروا عليها هي أنه الوزارة ضخمت هذيك الأرقام. قال لك هذه الأرقام ما كاينش منها. اول حاجه قال لك انه هذه الزيادات هذه غير اللي يكون عنده 20 سنه فوق، 20 سنه ما فوق هو اللي يتحصل على زيادات كما هذه. الحاجه الثانيه انه دخلوا المردوديه في هذه الارقام، هذه المردوديه تاعهم ثاني كيف قال لك دخلوها في هذه الارقام. على ذاك بانت انها ارقام كبيره وانه الاستاذ ولا يخلص بزاف. ربي يزيدكم، سواء كانت هذه الحقيقه ام لا. عندكم حق كي زعفتوا كما قال واحد في التعليقات، قال لك يعني دائما راهم يخسروا غير الاستاذ. ليسونسيال الاستاذ كتر خيره، الاستاذ يعني يستاهل الزياده. وحتى ولو كانت يعني موش هذيك هي الارقام، ماشي هذيك الارقام وارقام مضخمه، ان شاء الله في الزياده اللي قال عليها الرئيس الجمهوريه، اللي اخي قال اعطيتكم 47% وراح نزيدكم 53% في العهده هذه، في الشهور هذه الجايه، بالك فيفري بالك مارس، راح يزيد بورسونتاج. ماهيش تكون 53% كومبلي، ولكن راح تكون بورسونتاج كما هكذا، راح يزيد يطلع السالير تاعكم وراح يلحق ال 10 ملايين ان شاء الله. هذا ما كان. اتهلاو في رواحكم والسلام عليكم.